مساء الخير يا بنات، معكم نوعات ماما ومها في رمضان. بصوا انا كده النهارده هنعمل كفته مشويه او كفته في الصينيه. يعني هنعمل كفته مشويه بس هنشويها بقى جوه الصينيه. هنا معانا لحمه مفرومه، ده نص كيلو، في ربع دوش، ده بقدونس، بصل مفروم وتوم، وهنا معانا كمون وملح وفلفل وجوز الطيب فقط لا غير. ليه بقى؟ لازم ما نحطش في اللحمه توابل كتير عشان ما تضيعش طعمها. مش عايز تضيعي طعم الكفته او تضيعي طعم الاكل عامه، او في اللحمه بلاش توابل كتير. تمام، هنخلط كل ده على بعضه وكده كده 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 كده. ماشي، انا ما بحطلهاش اي اضافات نهائي 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 نهائي، ولا بقى برغل ولا دي ولا الكلام ده كله. هي بتمسك مع نفسها وهوريكم ازاي تمسك مع نفسها. تمام، خليكم معايا. بصوا يا بنات، احنا كده حطينا الحاجه على بعض، اللحمه والدهن والبقدونس والبصل والتوابل وايه، وهنفركهم بقى كلهم مع بعض كده، نقلبهم مع بعض. وعلى فكره احنا ولا بنحط برغل ولا بنحط دقيق ولا بنحط اي حاجه عشان تمسكها، هي بتمسك مع نفسها، وهوريكم ازاي. ماشي، بصوا يا بنات، احنا كده اهو فرمنا كل حاجه مع بعض. ماشي، قلبناها مع بعض وهنصبعها دلوقتي. معلش انا تعبانه النهارده ففاصله خالص صراحه. بص، احنا ولا حاطين لها برغل ولا حاطين بقسماط ولا اي حاجه. بصوا هي هتمسك، هي ماسكه. هي بصوا ماسكه مع نفسها، وحتى في الصينيه هي مش هتفصل. ممكن تعمليها على اسياخ شيش تاووك وتحطيها على الجريلا، ممكن تحطيها في الصينيه، بس في الاسهل في الصينيه. بصوا بقى عامله ازاي، ومش هتفصل عن بعضها ابدا. بصوا، ولا ريحتها بقى، انا عايزه اقول لكم ريحتها تفتح النفس جدا، مع شويه رز كده بالكركم، او تعمليها باللي هو تتبيله الارز البرياني. هوريكم الرز دلوقتي انا هعمله، بس تعمله لما ايه. وبعدين بقى الكفته دي بعد ما تتعمل تقوم حاطاها بقى في حمايه كانها مشويه. انا بعد ما يخلص بس شويه الكفته دي هبقى اعمل الرز، يعني قبل ما تطلع ب10 دقايق، لان الرز اصلا مياخدش وقت. هصبعها انا بقى واوريها لكم، او ماما يعني خلاص هوريها لكم. بصوا يا بنات، الكفته اهي اتعملت. هتتحط بقى 5 دقايق في التلاجة عشان تشمع، قبل في الفريزر او في التلاجة اي حته مجمده شويه عشان تشمع في كده. الفريزر. في الفريزر عشان تمسك نفسها كده، او التلاجة. وبعدين هنحطها في الصينيه تستوي. بصوا دي صينيه الكفته كده، وحطيت جنبها، بس احنا خدنا منها بقى عشان الغدا. هوريكم برضو الغدا. ماشي، بقى دي صينيه البشاميل احنا خدنا منها برضو عشان الغدا. بص، صينيه اقتصاديه. كان عندي حبه شاورما كنت عاملاهم، اتبقى طبق ارميه؟ لا، رحت عامله صينيه بشاميل كده، وخدنا منها اهو زي ما انتم شايفين، وجميله وطعمها تحفه. بس حاجات كده اقتصاديه، واي حاجه موجوده في البيت لمي بيها البيت وبس. اوريكم بقى الغدا كله. بصوا يا بنات، ده الاكل بتاعنا كده بعد ما طلع. حتى حبه بقدونس كده، عملت حبه بطاطس. ودي بصوا الكفته بتاعتنا طالعه بحلاوه وجميله، واللي هي عامله فيها بقى ايه شغل من اللذينه. يا رب بقى يكون الفيديو لطيف خفيف ظريف. وحطيت جنبها عيش، وكنت عامله بشاميل امبارح، امي كانت عامله بشاميل. بس يعني إيه، يا رب بقى يعجبكم الفيديو، وما تنسوناش بلايك جميل تحفه زيكم. ماشي، باي باي. خير يا بنات، معاكم نوعات ماما معاها في رمضان. بصوا احنا بعد ما عملنا الاكل هنعمل بقى، بعد ما عملنا الكفته والبشاميل هنعمل مهلبيه، اخف حاجه تكون طريه على القلب كده وايه وبس. ماشي، هنا معانا كريم شانتيه، ومعانا نشا وسكر وفانيليا، ومعانا لبن كامل الدسم غاليينه على النار وسبته لحد ما يهدى. وبعدين هوريكم تاني هنعمل ايه. اهو اللي غاليين هو ده كيلو لبن. وبعد كده هنشوف بقى هنعمل ايه مع بعض. خليكم معايا.
بص يا بنات، ده اللبن اهو كده بعد ما غلى وسيبناه يهدى شويه. هنحط فيه بقى السكر. السكر حسب الرغبة اللي انتوا بتحبوه معسل، بتحبوه وسط، بتحبوه يا دوبك حسب طعم السكر. بس انا عشان بنتي بتحب السكر وابني بيحب السكر فزودت السكر لغاية ما انا جالي السكر. هنلوب السكر في اللبن. هو اللبن سخن لان لسه فاتحين عليه حاجة. ماشي، هنقلبه احنا بقى، نحط السكر بس عشان الدوشه وارجع لكم تاني. يا بنات احنا كده هنحط الكريم شانتيه اهو. ايه بصوا البخار، معلش. بصوا احنا حطينا الكريم شانتيه وبنقلبه. انا بس هقفل لحد الدخان ده ما. بصوا احنا كده قلبنا اهو الكريم شانتيه. انا بعده بس بايدي عن يعني هنحط 3 معالق النشا دول اهو. واخر حاجه الفانيليا. بصوا بقى المهلبيه دي جميله. حد تعبان معدته تعبانه زي كده ترطب كده يعني هي النشا مفيده والمهلبيه مفيده يعني عموما للمعده. انا بحاول اكل اي حاجه تكون رطبه على معدتي بصراحه. بصوا ابتدت تتقل اهي. ممكن تدخلوا لها بقى كريمه لباني بتاع، بس انا عشان ده كامل الدسم فهي مش محتاجه. بص يا بنات، غلوه واحده جامد. شيلي بقى. هنحط الفانيليا، نصبها بقى في الاطباق بتاعتنا الجميله وبالهنا والشفا. هاتي بقى الفوق. بس انا هديها بقى تقريبا بعد النشا، بعد الفانيليا. بعد الفانيليا. بص النشا تقلت شويه والله بقت جميله. نجيب بقى الاطباق وصبها معاها. بنات احنا جبنا اطباق اهي، وهنبتدي نصب بقى ايه المهلبيه. بصوا بالحله على طول. لسه هنوسخ معلقه. عندناش طول البال. والله الكبير ده شويه التاني. بصوا هما يا دوبك كيلو اللبن عمل 4 اطباق يا دوبك. بصوا دي المهلبيه بتاعتنا كده اهو. ونسيبها بقى ايه تنشف تبرد. ماشي، ده بقى الفيديو السهل بتاعنا النهارده. بصوا احنا ناقعين بقى قمح عشان بكره هنعمل بليله، نعملها بقى للفطار، نعملها للعشاء. دي برضو ايه توفير. هتفطري ولادك الصبح حبه بليله، هتعشيهم حبه بليله. ودي حاجه حلوه اهو من البيت، كله من البيت، مجبناش حاجه من بره. لبن وبنجيب حاجتنا بالشهر والنشا وخلاص. وكان الله بالسر عليم. هتطعميها بقى بكريم شانتيه، كريمه لباني، اللي انت عايزاه اهو. بصوا ودي بكره ان شاء الله الفيديو بتاعها هوريها لكم. تمام، دي نغطيها نمشيها كده بس كده يا بنات. ده بقى كان الفيديو بتاعنا النهارده، لطيف ظريف الحلو والغدا مع بعض. لو عجبكم بقى الفيديو النهارده متنسوش بقى ايه كلمه حلوه لمامها، تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان بقى ايه يوصلكوا كل الفيديوهات بتاعتنا. وخلينا بكره ان شاء الله نقابلكم باذن الله في فيديو جديد بقى ايه مع البليله وغدا جديد. باي باي.